السلام عليكم، ايه الاخبار؟ اخويا عاشق السمارت فون، كيف حالك اليوم مع تليفونك الشخصي؟ دخلت بيه الحمام كم مرة؟ هل اخدت التليفون في حضنك امبارح وانت نايم؟ هل طبطبت عليه؟ انا عارف التليفون بالنسبه لنا حرفيا كادمان. احنا ما نعرفش ان هو ادمان، لكن والله هو ادمان. طيب، هو الادمان عباره عن ايه اصلا في علم النفس؟ الادمان هو شيء انت اعتدت ان انت تعمله، ولما بتحاول تسيبه او تحاول تبطله ما بتقدرش. ما بتقدرش انت تسيبه. بص، هو سلوك قهري. الادمان ببساطه سلوك قهري. يعني ايه سلوك قهري؟ انت مجبر تعمل الحاجه دي، انت مش باختيارك ان انت تعملها. انت الادمان ده عبارة عن حاجة سلسلة كده، سلسلة في الرقبة، والادمان بيجرك وانت ماشي ومش قادر تتصرف. حاجة متحكمة فيك بطريقة انت لا تتخيلها. هتقول لي انت مكبر الموضوع. تؤمن بمين؟ بالله. هو الموضوع كبير. هو انت ما لاحظتش ان انت مدمن عشان ما جربتش تسيب التليفون. احنا قلنا ان الادمان ده اسلوب قهري. اسلوب قهري معناها ان انت مش قادر تتحكم في سلوكك. تاني، انا قلت انت مش ملاحظ ان هو ادمان لان انت ما جربتش تسيب التليفون. طب اقول لك على حاجه نعملها، حاجه نجربها النهارده بالليل. الحاجه اللي هنجربها دي ايه؟ مش هقول لك ما نستخدمش التليفون بالنهار. احنا نعمل حاجه بسيطه قوي. عايزين السناره تغمز، ونحاول نحس ازاي الموضوع تأثيره ايجابي. تمام كده؟ فاحنا ممكن نعمل حاجة لطيفة، حاجة صغيرة جدا جدا ومش مرهقة. انت هتعمل ايه؟ تيجي بالليل، مش هتحط التليفون جنبك، هتحط التليفون بره اوضه النوم اطلاقا. المكان اللي انت بتنام فيه ما تحطش فيه السمارت فون. طب انا بظبط المنبه، مش هنضحك على بعض، ممكن تجيب منبه تظبط عليه المنبه. احيانا اقسم بالله انا فضلت فترة كنت بظبط المنبه على الساعة، كنت بصحى عليه. منشنت قبل كده ان انا اي كلمه هقولها، اي حاجه هقولها انا جربتها 100%، 100%. اي حاجه هقولها انا جربتها. مش هاجي اقول كلمه من كتاب. مفيش مشكله ان انا منشن حاجه من كتاب زي ما قلت، لكن الحاجات دي انا مجربها. it will affect in your life positively. والله هتاثر عليك ايجابيا. it will affect in your life. هتاثر عليك. انا مش هطول الفيديو، مش هطول الفيديو. مش عايز منك غير تعمل حاجه واحده بس بالليل النهارده. نام وانت مش معاك التليفون. um, that's enough. Thank you so much. I hope that you have an amazing day. مع السلامه.